السلام عليكم. هو لو حسني مبارك كان لسه عايش وما كناش قمنا بثورة 25 يناير وما قمناش على حسني مبارك ومشيناه او هو اللي مشي، كان هيجرى ايه؟ كان حالنا هيبقى شكله عامل ازاي؟ كنا هنبقى كده؟ مش عارف والله بجد مش عارف. قعدت افكر هو حسني مبارك لما طلعنا عليه كنا زعلانين من ايه؟ كشعب مصري كنا متضايقين من ايه؟ والله ما عارف. واللي يعرف يا جماعه يقول لي، يا بجد والله ما عارف حقيقه يعني. كنا زعلانين من ايه؟ كنا متضايقين عشان ايه؟ طلعنا وصرنا وهجنا وعملنا ثوره وداخليه وبتاع عشان ايه؟ لتر البنزين ساعتها كان ب 2 جنيه و20 قرش ولا ب 40 قرش. دلوقتي لتر البنزين مش عارف ب 11 جنيه ولا ايه. الدولار ساعتها كان ب 5 جنيه. 5 جنيه ونص. الدولار كان ب 5 جنيه ونص. دلوقتي الدولار معدي 50 جنيه. هو احنا كنا زعلانين من ايه؟ كشعب مصري، عارفين؟ الشعب المصري هو احنا شعب مصر. انا واحد منكم طبعا، شرفني ان انا اكون راجل مصري. بحب مصر جدا جدا، بحب بلدي قوي. في برنامج ده حاجه لاحظتها كده، معرفش انتوا لاحظتوها ولا لا. في برنامج اللي هو واحد بيبقى لابس زي الشجره وبيخض الناس. ده البرنامج ده بيبقى معمول في اماكن بره يعني، والناس بتتخض وبتاع، والاجانب مهما يتخضوا ويقعوا بيقوموا يضحكوا ويسلموا عليه وبتاع. يعني قليل جدا لما شفت حد بيتنرفز او بيتضايق، مفيش. فحبوا يعملوا البرنامج ده في مصر. البرنامج فشل، مش عشان المصريين وحشين ولا دمهم تقيل، لا لا لا، المصريين متضايقين فمش مستحملين اي حاجه تحصل. فالبرنامج فشل لدرجه ان المخرج بتاع البرنامج كنت شفته في لقاء بيقول المصريين دول ناس عجيبه قوي، يعني مهما نعمل البرنامج ونخض فيهم ما بيتخضوش، ما بيتضايقوش، ما بيزعلوش، يعني ما بيبينوش انهم اتخضوا وبتاع وكده، متضايقين. الناس ماشيه في الشارع بتكلم نفسها فمش مستحمله اي حاجه. فانا والله بجد في حلقه قصيره كده، اللي عارف يقول لي في الكومنتات، هو احنا طلعنا ثوره يناير ليه؟ هو احنا مشينا حسني مبارك ليه؟ هل حسني مبارك لو بيحكم لغايه دلوقتي، طبعا الاعمار بيد الله، لو بيحكم لغايه دلوقتي كنا هنبقى في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي ده، متضايقين وزهقانين، والحياه غاليه والمرتبات مش مكفيه، والفساد على راي مصطفى بكري بيقول الفساد بقى للركب. مصطفى بكري بيقول الفساد بقى للركب، وفعلا الفساد بقى للركب. اخر واقعه واللي الدنيا كلها بتتكلم عليها موضوع المرحوم احمد رفعت ربنا يرحمه، الراجل اللي قلبه وقف ودخل المستشفى وربنا نفخ في صورته ورجع من الموت عشان يقول لنا مين اللي عمل فيه كده، اللي هم بيقعوا ورا التالي دلوقتي واخرهم شوبير، واللي جاي الدور جاي على احمد دياب. الفساد للركب وبالذات في الكوره. وبرضه هنرجع لموضوعنا الاولاني، هو احنا ليه عملنا ثوره على حسني مبارك؟ يا رب حد يلاقي.